بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي قناه بعد الماتش، والسلام عليكم جميعا جمهور نادي الزمالك النادي الاكثر تتويجا بالبطولات الافريقيه في القرن العشرين. هنا الاشتراك في القناه وهنا اللايك للفيديو، وتعالوا بينا نطير في افتتاح الموسم وافتتاح الكونفدراليه وعوده الى مباريات الزمالك، عوده الى براشيم الضغط وبراشيم الصداع، عودة إلى الماما أفريكا والزمالك والشرطة الكيني بفوز الزمالك 1-0 على فريق الشرطة الكيني. بصراحة فوز نادي الزمالك، اللي يسمع ان الزمالك فاز يقول لك ده الزمالك عمل مباراة جميلة، عمل مباراة عظيمة، الزمالك عاد وحش من وحوش افريقيا، ولكن النتيجة غير معبرة تماما عن سير اللقاء وخاصة الشوط الثاني. تعالوا بينا نشوف جوميز النهارده او مستر جيميز، اللي شكلي مش هدافع عنه كتير، وشكل الناس اللي بتقول لي ده مدرب على الله حكايته شكلهم هم يطلعوا صح، وشكل انا هطلع غلط بقول ده من الفئه الوسطى، شكله من الفئه الدنيا. تعالوا نشوف التشكيل النهارده بدأ ازاي. بدأ جوميز بمحمد صبحي، اوكي، بدأ بمحمد شحاتة في اليمين، عمر جابر في الشمال، واثنين مساكين وهو حمزة المسلوسي وحسام عبد المجيد. في نص الملعب حاطط اتنين، حاطط عبد الله السعيد وحاطط دونجا، قدامهم حاطط ناصر ماهر، على اليمين زيزو، على الشمال مصطفى شلبي، ورأس الحربة الوحيد سيف الدين الجزيري. التشكيلة دي فيها كوارث. ايه الكوارث؟ التشكيلة دي كنت استحملها السنة اللي فاتت. ليه؟ ما كانش عندك لعيبة، كان عندك نواقص واضحة في الفريق. انما النهاردة انت بتحط لي اكتر من لعيب مش في مكانه. ممكن افهم ان عمر جابر يتحط في مكان مش في مكانه لعدم قيد محمود بن تايك وعدم قيد محمد حمدي، الاثنين الباكات الشمال، اوكي، ما عنديش ادنى مشكله في عمر جابر، رغم انك كنت ممكن تلاعب احمد عاطف، ولكن يا سيدي هعديها لك، العب بعمر جابر باك شمال. انما انت بتلاعب محمد شحاته، ليه بتلعبه باك يمين؟ انا مش عارف بتلاعب محمد شحاته ليه باك يمين؟ ما انت عندك الراجل احمد محمود وعندك حسام اشرف، الاثنين راجعين من الاعاره وانت مبسوط بيهم وبادئين معاك المعسكر وشربوا الفرقه شويه ورجعوا لبيتهم، هم مش غرب عن الزمالك. فليه ما نلعبش احمد محمود باك يمين ونخلي شحاته يا اما تلعبه في نص الملعب جنب دونجا وتحط قدامهم مثلا عبد الله السعيد هو اللي يلعب دور البلاي ميكر، وتحط ناصر ماهر على الشمال بدل شللي. عارفين شللي اللي هو ماسك الخط زي ما احنا اتفقنا، وماسك الورنيش وماسك البويه وعمال يدهن رايح جاي على الخط كده؟ مفيش. وانا والله العظيم بص يا جماعه، انت ممكن تزعل مني على حاجه اقولها كده، انما اوعى تشكك في الكلام الفني اللي انا بقوله، ازعل منك، لان القناه دي اسمها بعد الماتش، يعني احنا بنطلع نحلل بعد الماتش. فانا والله العظيم مش راجل كفتاجي عشان يعني ما تثقش في كلامي الفني بالذات، معلومه نتكلم وناخد وندي فيها، انما ما تقفش قدامي في الفنيات، ازعل منك. فليه ما العبش بناصر ماهر وينج شمال وزيزو وينج يمين والجزيري قدام، وقعد شللي بره، وتلعب بالاثنين اللي في قلب الملعب اللي هم 6 و8، دونجا وجنبه شحاته وقدامهم عبد الله السعيد. انما انت النهارده دافل لي عبد الله السعيد كالعاده، يعني الكلام ده برضه افهمه السنه اللي فاتت، انت كان عندك نواقص، انما انت النهارده جبت باك يمين احمد محمود. طب ادي بقى شحاته الواجبات بتاعته، ادي شحاته يلعب في نص الملعب وتستفيد ان هو لعيب صغير، ان هو بوكس تو بوكس بيجيد النواحي الهجوميه وبيجيد النواحي الدفاعيه، ولكن مستر جيميز كالعاده هو رجل التأليفات. النهارده لعيبه نادي الزمالك سوء تمركز غير طبيعي، سوء تمركز غير مبرر، اللعيبه تحس واقفه غلط، مفيش مدرب مثلا بيقول لهم اقفوا صح، مفيش مدرب يقول لهم انت ازاي تقف هنا وانت تغطي هنا، ولما زميلك يطلع يعمل الهجمه تعالى انت ميل شويه عشان تبقى انت كفرنج مع مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده خالص، مفيش مدرب بيقول الكلام ده خالص. عندك كمان زيزو ومصطفى شلبي. زيزو ومصطفى شلبي بصراحة النهاردة نجحوا في أن يكونوا مفسدين للهجمات، الكرة تيجي في رجليهم الهجمة بتبوظ، الهجمة بتفشل، وانتوا عارفين رأيي فيهم من زمان. زيزو
فو او ضربات جزاء، وشكر الله المؤمنين شر يعني، او وكفى الله المؤمنين القتال وشكرا على كده فو. التاني رايح جاي على الخط يمسك الكوره يروح لعبها لجوه وتضيع على كده. هم الاثنين ما بيعملوش حاجه تاني غير افساد الهجمه، هم الاثنين. الجزيري طبعا ما دام ده مش ماتش مهم او ماتش مصيري تبص لبقى يقعد يعمل لك كده، يقعد يعمل لك كده، تحس ان هو بيعوم في القطب الجنوبي. ادي خط هجوم نادي الزمالك. ناصر ماهر مش في مستواه، ناصر ماهر بقاله فتره كبيره بعيد عن مستواه. ناصر ماهر مش هو ناصر ماهر. ناصر ماهر اول ما جه الزمالك كان الدفعه المعنويه بتاعته كان في ذروه التالق بتاعه. معرفش ناصر ماهر فين. اتمنى ان ناصر ماهر يعود الى ناصر ماهر اللي احنا نعرفه. الفريق في الاول نازل خايف من الزمالك، نازلين هيبة الزمالك في افريقيا كبيرة، هيبة الزمالك في افريقيا حاجة بنت لذينة، انما الفرقة نازلة خايفة. طب الزمالك بقى انت نازل خايف مني ادوس عليك عشان تفضل خايف؟ لا بقى انت خايف مني. ده الزمالك بقى بيقول لاي فريق قدامه ضعيف ولكم في ارتا سولار، فاكرين السنة اللي فاتت لكم عبرة. فالزمالك بيقول للفريق اللي قدامه بقى انت خايف مني يا عم، ده انا حبيبك، ما تخافش مني، تعالى هاجمني، تعالى خش العب، تعالى ما تخافش، انا كيوت ونادي حلو وجميل ومش نادي شرس بقى هجيب اجوانه، تعالى بس تعالى ما تقلقش. فريق نازل خايف. اول نص ساعه الزمالك ضعيف جدا هجوميا. الزمالك الهجمات بيتم افسادها طبعا عن طريق ثلاثي افساد الهجمات، زيزو وشلبي والجزيري. فطبعا الفريق تجرأ على نادي الزمالك الوحيد اللي كان بيلعب والوحيد اللي كان بتلاقيه بيبني الهجمه من تحت وبيعمل البيلد اب من نص الملعب، وبتلاقيه في نص الملعب، وبتلاقيه كمان بيزيد مع الجانب الهجومي هو عبد الله السعيد. عبد الله السعيد بجد اللي هيبقى عنده عبد الله السعيد هتكون ايامه كلها عيد. عبد الله السعيد يا جماعه هذا هو اللاعب الكواليتي. عبد الله السعيد هذا هو اللاعب الكبير. عبد الله السعيد النهارده حاجه بسم الله ما شاء الله، اكبر لعيب في الملعب وتلاقي عبد الله السعيد افضل لعيب في الملعب. الكوره مش بالسن. عبد الله السعيد بيقول للناس كلها الكوره مش بالسن، الكوره بالاداء. الكوره مش بال100 مليون اللي عاوزهم في السنه، الكوره بالاداء، الكوره بالعرق. عبد الله السعيد رغم ان النهارده جوميز ظلمه انه بيلعبوا 8 وكمان كان بيلعب ادوار كتير 6، عبد الله السعيد ما ينفعش يا جوميز، ما ينفعش. حرام عليك لعيب عنده 39 سنه تخليه ياخد الملعب طولي رايح جاي، ما ينفعش. عبد الله السعيد ده عاوز يرتاح، عبد الله السعيد عاوز يلعب تحت الفراوده، لانه عبد الله رجله حلوه. وشفت النهارده لما عبد الله السعيد دخل في نهايه الشوط الاول في الوقت بدل الضايع، عبد الله السعيد النهارده لما دخل على ال 18 شوف الكره مركونه ازاي، شوف الكره ملعوبه ازاي، شوف بطن الرجل طالعه من رجل عبد الله السعيد بتزغرط ازاي. يا جماعه عبد الله السعيد ما يلعبش، ما يبداش الهجمه ولا يعمل البيلد اب من تحت. الكلام ده شحاته يعمله، ناصر ماهر يعمله، اي حد يعمله، انما مش عبد الله السعيد. عبد الله السعيد ده اللي يقعد وحاطط رجل على رجل وزمايله هم اللي يخدموا عليه، انما مش هو اللي يخدم على اللعيبه اللي اصغر منه. فعبد الله لازم يا جماعه يلعب 10. عبد الله مش بتاع 8 ولا 6. فده بالنسبه لعبد الله السعيد. بالمناسبه الشوط الاولاني يعني شفت حد لابس تيشيرت الاهلي وبيشجعنا، والظاهر عشان كده جبنا جون في الوقت بدل الضايع. اعتقد ان جمهور الاهلي ده كلهم مولودين في الوقت بدل الضايع، مولودين في الدقيقه ما بعد 45 وما بعد الدقيقه 90. فحاجه يعني جميله جدا جدا جدا. النهارده يعني برضو الشوط الاول لعب عشوائي. الشوط الاول كشف ان نادي الزمالك عنده كوارث. الشوط الاول كشف مجلس اداره نادي الزمالك. الشوط الاول قال ان جمهور نادي الزمالك بيفهم في الكوره اكتر من المشرف العام على الكوره. الشوط الاول كشف ان جمهور الزمالك ده جمهور كوير. لما جمهور الزمالك يقول لك انك محتاج 2 مدافعين تسمع الكلام، تسمع الكلام على طول. انما انت ما سمعتش الكلام، انت اوحت لانك اداره فاشله، لانك مشرف عام على الكوره مش عارف يعني يغطي احتياجات الفريق. النهارده خط دفاع نادي الزمالك مراجيح، حرفيا خط دفاع نادي الزمالك هو مراجيح.
مستباح. اي لعيب من بتوع كينيا داخل رايح مسافر يخترق بكل سهوله، بيخترق بكل سهوله. قلنا 100 مره انت ما عندكش مدافعين، انت ما عندكش مدافعين. حسام المسلوسي باك يمين، والراجل برضو قلنا عشان السنه اللي فاتت كان عندنا نواقص، قلنا ماشي المسلوسي جه يلعب مساك، انما حرام المسلوسي مش مساك. انت حرمت المسلوسي حتى انه ينضم لمنتخب تونس بسبب انك بتلعبه مساك. حرام. الزمالك محتاج على الاقل 2 مساكين، لان الونش مش راجع دلوقتي، الونش ولا على شهر 12 لسه هيروح المانيا وهيرجع من المانيا، والدكتور هيقول له يدخل التدريبات الجماعيه ولا ما يدخلش، ويدخل التدريبات الجماعيه عاوز مش اقل من شهر ونص عشان خاطر يقعد على الدكه احتياطي. يا جماعه اللعيب بقاله سنه ما بيلعبش كوره، فوضع طبيعي الونش هيرجع على شهر 12. فالزمالك محتاج 2 مدافعين. عملتوا ايه يا اداره نادي الزمالك؟ الزمالك محتاج 2 مدافعين، وهذا يعني وضح وضوح الشمس ان جمهور نادي الزمالك كان بيصوت. الزمالك محتاج 2 مساكين. النهارده وضح بشكل كبير ان دونجا ليس اللاعب اللي على انه يكون اساسي في نادي الزمالك. مع احترامي لدونجا، عمل الموسم اللي فات شويه ماتشات حلوه وشويه ماتشات وحشه، ولكن دونجا ما ينفعش يكون اساسي في نادي الزمالك. نادي الزمالك محتاج لعيب رقم 6 بمواصفات طارق حامد. انما اللي دونجا بيعمله، دونجا بيقدم ضحك. النهارده نص الملعب مستباح بتاع الزمالك. ليه؟ لان دونجا بيقدم ضحك ومفيش حد تاني بيدافع معاه في نص الملعب، والدفاع بتاعنا مراجيح. فكانت الشرطه الكيني مستغليه المراجيح اللي كانت موجوده في نص ملعبنا بسبب دونجا باشا. فالنهارده زي ما احنا بنقول انك ما غطيتش احتياجاتك، انك الصفقات اللي عملتها دي غطيت بعض الاماكن، ولكن انت لسه في احتياجات تانية في الفريق. لان الزمالك محتاج يا جماعه فرقه. احنا قلنا الزمالك محتاج فرقه، 2 مدافعين، ومحتاج لعيب بدل دونجا اللي بيقدم ضحك. دونجا ده بيقدم ضحك مع الزمالك. فادي المركز الثاني اللي انت محتاج له. المركز الثالث اللي انت محتاج له شللي، مصطفى شللي. ورنيش رايح جاي على الخط، ما بيعملش حاجه، ولا يعني يحق له ان يلعب في نادي كفر هرمس. وانا بقول الكلام ده من زمان، هذا لاعب ليس على قدر نادي الزمالك. الموسم اللي فات كله اصل يا استاذ محمد ما تاقلمش، اصل يا استاذ محمد بتظلمه، اصل يا استاذ محمد انت بتيجي على اللعيبه. طب ايه رايكم؟ طب انا عمال اهو اشكر في عبد الله السعيد، وعمال يعني طالع بيه القلعه عبد الله السعيد، وعبد الله السعيد ده مش لعيب في الزمالك يا جماعه. انا اللي بشوفه بقوله مصطفى شلبي لعيب ضايع. هل انت جبت وينج ليفت يغطي المركز ده؟ للاسف اللعيب اللي انت جبته مش لايق ده اصلا. انا سامع ان هو بيلعب مكان زيزو اصلا، وبيلعب الشمال كده اللي هو ايه يعني لما تكون مزنوق. انا مش عاوز حد لما تكون مزنوق، انا عاوز صديق اجوله، انا عاوز تجيب لي يعني جناح شمال يكون بياكل عياله. يا جماعه انا عاوز جناح شمال، يعني انا مش هقول لكم عايز بن شرقي، ولكن انا عايز المواصفات دي. يا جماعه الجناح الشمال ده بيدخل بيجيب اجوان يا جدعان. يا جدعان الجناح الشمال ده فينيسيوس، يا جدعان الجناح الشمال ده بن شرقي، الجناح الشمال اللي بيرقص وبيدخل ال 18 وبيصنع كل 5 دقايق هجمه. تريزيجيه مع الريان القطري في اول ماتش ليه جاب جون وعمل 2 اسيست وكسبوا اعتقد 4. يا جدعان بطلوا تطبيل بقى يا جدعان، بقى في لعيبه ما تلعبش في الزمالك. يا جدعان عندنا ال2 وينجات واقفين على الخط ما بيساعدوش، ما بيدخلوش العمق. فالجزيري بيعوم لوحده في ال 18، ما بيدخلوش ال 18. واحد فو من فوق والتاني شغال ورنيش، ما بيدخلوش ال 18، وده اللي مضيع نادي الزمالك. اتفرجوا على ماتشات نادي الزمالك، واللي اتفرج النهارده وخد باله اكيد هيفهم الكلام بتاعي. انت محتاج طرفين بمواصفات هجوميه. انا مش عايز 2 حنكشه، ال2 اللي عندنا دول 2 حنكشه، اللي هو شللي وزيكو، 2 حنكشه ما بيعملوش حاجه ولا هيعملوا لك حاجه. انت محتاج لعيبه تدخل ال 18 وتهدف كل شويه. انا محتاج يعني تريزيجيه جناح زيه. هو تريزيجيه ده مش جناح زي زيزو وشلبي؟ مش تريزيجيه ده جناح مش فينيسيوس ده بتشوفه مع ريال مدريد جناح؟ ارقامهم مرعبه. تريزيجيه ده ارقامه مرعبه مع منتخب مصر.
يعني كل ماتش جون اسيست جون اسيست جون، والاهداف كمان اكتر. هتقولي النهارده ما زيزو عمل اسيست، هو انت عاوز تقنعني ان الباصه دي اسيست؟ خلاص بقت اسيست، والله انا بكرش ده اعملها لك الباصه دي. فيا جماعه احنا محتاجين، عندك نواقص في الفرقه، عندك وينج شمال محتاجه، مش هقول لك وينج يمين لحسن تشتموني، اصل ما تجيش جنبه، خلاص مستر حنكوش خلاص مش هاجي جنبه. بس شوف بقى شلبي بقى محتاج حد بداله، دونجا بيقدم ضحك محتاج حد بداله، 2 مساكين محتاج حد بداله. وينهي عبد الله السعيد الشوط الاول بهدف التقدم لنادي الزمالك. خلاص قلت جوميز عرف غلطه وهيصلح في الشوط الثاني. حلو. جه الشوط الثاني قبل ما يبدا شيكابالا وناصر منسي واقفين على الخط، نزلوا بدال ناصر ماهر وسيف الدين الجزيري. فانا شفت التغيير ده اتجننت. يعني شيكابالا ما عنديش مشكله، ولكن شيكابالا بعيد بقاله فتره، ولكن ما عنديش مشكله ان شيكابالا ينزل. انما انت منزل ناصر منسي يعمل ايه؟ هو مش واحد قاعد بره كان هداف او الهداف الثالث للدوري اسمه حسام اشرف، صح ولا لا؟ طيب حسام اشرف ده ليه ما ينزلش مثلا مكان الجزيري لو عاوز تعمل تغيير؟ ليه؟ ما اعرفش. منزل ناصر منسي اللي انت اصلا بتدور على حد يشتريه وبتدور ان هو يمشي، بتلعبه ليه؟ سامسون اكينيولا اللي انت عاوز تشوف له عرض وتسرحه، بتصفره ليه؟ ما هو انا اذا كان اللي بيتكلم مجنون يبقى اللي بيستمع انا مجنون، انتوا بقى عليه ردوا عليا. بتلاعب ناصر منسي ليه؟ قلتم ولا اجيب لطمه بالكهرباء اللي هي بتقعد تعمل كده دي؟ انت منزل ناصر منسي ليه؟ طب نزل عمل ايه؟ طب ما كنت تنزل حسام اشرف وتبدا باحمد محمود عشان ما تخسرش محمد شحاته في نص الملعب. هو انا معقوله انا بفهم كوره انا وانتم اكتر من جوميز؟ دي تبقى مصيبه. ف ناصر منسي بيلعب على حسام اشرف، قلتم ولا زي ما قلنا نجيب لطمه اللي هي بالكهرباء دي؟ برضو انا ما اعرفش. فطبعا شيكابالا لما نزل لعب يمين، ومستر حنكوش دخل في قلب الملعب، برضو لا قلب الملعب ولا كلية الملعب ولا كبد الملعب ولا مرارة الملعب ولا هتشوفه اصلا في اي حاجة. هو كل 6 7 8 ماتشات تبص ليه في ماتش يجيب جون وبعد كده 7 8 ماتشات يموت تاني. يعني مثلا في الموسم ممكن نلعب له 2 3 هتفتكرهم له يعني، انما ما تفتكرلوش اكتر من كده. فطبعا مستر حنكوش دخل القلب وشللي بيلعب الماتش كله. يعني برضو كنت تلعب ناصر ماهر شمال بدل مصطفى شلبي، ده بقى اللي اتغير مركزه عشان خاطر شللي. انما برضو انا الشوط الثاني بقى دي كانت مراجيح. الشوط الثاني حرفيا الزمالك كان فريق الشرطه الكيني قاعد في نص ملعب نادي الزمالك، واخدوا نص الملعب نادي الزمالك وال18 بتاع نادي الزمالك، يعني اخدوه ايجار جديد لمده سنه. كل كوره علينا هجمه، كل كوره في ال18 هجمه. فريق الشرطه الكيني ده لو عنده عيل بعين واحده النهارده كانوا كسبوا نادي الزمالك، مش هقول لك اتعادلوا، لان النتيجه الطبيعيه ان الشرطه الكيني يتعادل. لو عندهم عيل بعين واحد او بعين واحده والله العظيم الشرطه الكيني يكسب. كل كوره في ال18 خطر، كل كوره في ال18 هجمه، كل كوره في ال18 انت كزملكاوي قاعد بتلعب الشرطه الكيني اللي بيلعبونا بالبكيني، انت قاعد حاطط ايدك على قلبك. كل كوره في ال18، كل كوره في ال18. في الدقيقه 75 طبعا مستر حنكوش زيزو يخرج وبينزل ايشو، وانا كنت في الوقت ده ما كنتش، يعني كنت في الحمام، فجيت لقيتهم بيقولوا لي زيزو اتغير وخارج قلب وشه. فهل هو فعلا قلب وشه ولا مش قلب وشه؟ لان انا بصراحه ما شفتش. لو قلب وشه نتكلم بقى بعد كده ونشوف هو قلب وشه ليه. يعني هو كمان اللي قلب وشه، امال احنا نعمل ايه؟ من الحنكشه اللي بيقدمها لنا نعمل ايه؟ ما دام هو قلب وشه خلاص يا عم، خلاص نبيع لك النادي ده، نكتب لك عنه، نتنازل لك عن النادي انت وابوك.
ما دام انت كمان خارج ومش عاجبك بعد المستوى بتاع اللي هو ب 100 مليون اللي انت عاوزه ده، ما هو ده مستوى بتاع لعيب عاوز 100 مليون. فبيقول لك اصله خارج قالب وشه. فطبعا نزل ايشو، دونجا متعصب على طول، متشنك على طول، متضايق على طول. انا افهم ان احنا اللي نتعصب منك، احنا اللي نتضايق منك، احنا اللي نقرف من العته اللي انت بتقدمه، انما انت على طول متعصب وعلى طول متضايق وعلى طول بتخانق مع الحكم وعلى طول بتتكلم مع الحكم وعلى طول مكتئب وعلى طول حزين. امال احنا نعمل ايه يا ابني منك؟ امال احنا يا ابني نعمل ايه منك؟ ففي الدقيقه طبعا 85 بيخرج عبد الله السعيد اللي بذل مجهود مرعب، بذل مجهود جبار، وبينزل زياد كمال. وفي الدقيقه 86 ضاعت كوره الواد اللي هو مش متذكر اسمه، في الدقيقه 86 الواد هو محمد صبحي، ويضيعها بشكل غريب. الظاهر الواد ده زملكاوي ومولود في 100 عقبه، فما هنش عليه يجيب الجون. كوره ضاعت بشكل غريب وربنا يجيب العواقب سليمه. في الدقيقه 89 محمد شحاته اللي كان اتصاب بالاجهاد خرج، ونزل احمد محمود اللي المفروض يلعب الفتره اللي جايه وياخد الثقه. بالمنظر ده انا مش متفائل. بالمنظر ده احنا في السوبر هيتعمل علينا حفله. بالمنظر ده وبالمدرب ده وبالتشكيلات دي وبالخزعبلات دي وبالتغييرات دي انا مش متفائل. انا حاسس في حاجه هتحصل يوم 27 فينا مش كويسه. ربنا يجيب العواقب سليمه، ربنا يخلف ظنوني، ولكن باللعيبه دي وبالمدرب ده وبالتغييرات دي وبالحنكشه دي وبالصفقات دي انا مش متفائل. ده كمان ده انت عندك لعيبه كتيره بعيده عن مستواها. زيزو مفيش، ناصر ماهر مفيش، شحاته مظلوم ما بيلعبش في مكانه، عبد الله السعيد ما بيلعبش في مكانه، دونجا على الله حكايته. يعني خط الدفاع عارف محمد هنيدي مع محمد فؤاد وهو بيعمل كده. احنا بالمنظر ده مراجيح، فربنا يستر ويجيب العواقب سليمه. النهارده في لعيب رقم 3 معرفش اسمه ايه، عبدون، معرفش هقول لكم اسمه دلوقتي ايه، عبدون حاجه كده، لعيب باك شمال، يعني لعيب حلو قوي. لعيب بصراحه خطف عين يعني ناس كتيره واحنا بنتفرج على المباراه. اسمه عبود عمر، لعيب رقم 3 باك شمال. حطوا عينكم عليه لعل وعسى يكون يعني لعيب كويس، بدال ما انت جايب لي محمد حمدي مش بتاعنا وبن طايق ده الله اعلم هيعمل فينا ايه. فلعيب حلو عبود عمر رقم 3، يا ريت حد يتابعه. مين اللي هيتابعه؟ انت اصلا عندك لجنه كوره تتابع حد؟ فدي حاجه. الحاجه بقى الاخيره، انا النهارده طبعا يعني شفنا ازاي بتاع الزمالك اتكلمنا عليه امبارح، غزل المحله بيلعب. هو يعني طبعا الناس تقول لك مانشستر سيتي، لا بس هي بصراحه غزل المحله، هي بصراحه يعني بالاداء النهارده غزل المحله. عارف لو الاداء حلو كنت قلت لك السيتي، انما بالاداء ده غزل المحله. دي حاجه. الحاجه الثانيه، كنت كل ما اعلي صوت بلال علام، وحشني بقالي كتير ما سمعتهوش، يعني كل ما اعلي صوت بلال علام الاقي صوت الزماره بتاعتهم دي، حس ان انا ساكن جنب قطر، جنب شريط قطر سكه حديد. والله العظيم اوطي التلفزيون يوحشني صوت بلال علام، اعليه ابص الاقي صوت القطر معدي. الزماره حاجه يعني انا ما اعرفش دي لازمتها ايه، يعني دي مثلا بتعمل ايه في التشجيع؟ ما اعرفش. هذه هي الماما افريكا. فالزمالك المباراه اثبتت، لو عايزين نحط لها عنوان، حط لي عنوان للفيديو ده مثلا، مباراه كشفت صفقات نادي الزمالك او نواقص نادي الزمالك، ما اعرفش. خلينا اسلم عليكم، ان شاء الله يكون لنا لقاء تاني النهارده في لايف في المساء، اعتقد 10 11 ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك وشير للفيديو. اشوف حضراتكم على خير ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم، مع الف سلامه.